السؤال اللي يطرح نفسه هل أنه مئات الجمعيات إذا ما نقولش أكثر اللي موجودة الآن في النسيج المدني ما زالت تتذكر الجمعية الأولانية والخطوة الأولى اللي تعتبر خطوة النشأة والتأسيس في تونس للحركة البيئية اللي انطلقت قبل 1970. تابعونا في اللقاء هذايا نذكروا باللحظات الأولى لميلاد الحركة البيئية في تونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو البودكاست كلمة حق لمن يستحق من نيروبي. البعض تعودوا على اللقاءات هذه رغم العدد المحدود ربما المشتركين، لكن المتابعين الحقيقة بالمئات، وتصلنا ملاحظات وتفاعلات تسعدنا كثيرا. نحب نشكر كل اللي تواصلوا معنا من إعلاميين خاصة ومربين وحتى شيوخ أفاضل كما الأستاذ أبو بكر العفاوي، ونحيي اللي تفاعلوا معنا كما كشاف البيئة طيب طرابلسي اللي أعطانا حقيقة نفحة، وخاصة نحيي الجمعيات اللي ربما كان تجاوبها مع الأحاديث متاعنا بالفعل أنها بادرت وأنها تفكر في المبادرة للتخلص من بعض النقاط السوداء والقيام ببعض عمليات التسجيل. إذا مرحبا بكم مجددا من نيروبي عاصمة البيئة في العالم. اليوم حركة الحقيقة عرفان ووفاء، لأنه اللي ما عندوش ماضي ما عندوش مستقبل، لرجل الحقيقة ولكن كوكبة معاه كي نقول رجل، هو زكريا بن مصطفى، الأستاذ زكريا بن مصطفى اللي ودعنا قبل 5 سنوات في أواسط 2019. رحل عن دار الدنيا وخلى أثر، خلى سيرة ثرية جدا. القائد زكريا بن مصطفى لأنه كان قائد عام الكشافة التونسية في أواسط الستينات، ومن رحم الكشافة التونسية جاته فكرة أنه يبعث جمعية بيئية، بعثها في أوائل السبعينات 1971 تقريبا، ويبدو أنه تأثر أيضا إلى جانب البيئة الكشفية اللي هي تحمي البيئة وتنشأ على الحفاظ على البيئة وعلى الطبيعة لأنها تتعامل معها في الأنشطة متاعها بامتياز. أيضا بعض الأفكار لأنه كان منفتح وكان عنده مستوى عالي جدا معرفي وعلمي، فشاف تجارب أخرى، ويذكر أنه قرأ حتى كتاب للوزير الثقافة فرنساوي اسمه وزارة المستحيل، وزارة البيئة وزارة المستحيل، وذي باش نلقاو يلقي بظلاله على توجهه أنه كان ضد أنه تبعث وتفرض البيئة بوزارة خاصة، وإنما تكون ديما أفقية وتكون مفتوحة وتكون فيها التطوع، ما يكونش التزام في مكاتب إدارية مغلقة. ونشوفوا أيضا إلى أنه هو تحمل مسؤوليات عديدة في الأمن وفي الثقافة وفي الفلاحة، وترأس بلدية تونس برتبة وزير في الثمانينات، أنه في أوائل الثمانينات وهو بعد أسس الجمعية البيئية هذه جاءته دعوة من مسؤول في الحكومة بأنه يشارك في مؤتمر عالمي للبيئة تم إقراره وقتها في 1972 في ستوكهولم. فكان احترازه أنه ما يحبش السفر، ولكن بعد تم إقناعه وأعاد له تقرير هو ومعه كوكبة منهم هادية بكار ومنهم سي علي الحيلي الله يرحمه. طبعا كانت مشاركة تونسية رائدة وقتها في القمة هذه، وكانت بعد مجموعة من الخطوات والمبادرات اللي تمشت مع تطوير العمل الجمعياتي ومع تي بي هذه الجمعية اللي أسسها، وكان متحمس جدا حتى في إطار فردي لحماية البيئة، قام بمبادرات عديدة وكان ديما يدافع على الشجرة. مثلا مرة صارت حادثة شاف شجرة كبيرة مقطوعة تقريبا في طريق ماطر، فسأل قالوا هذه صار حادث مرور وتوفى شخص، فكان عنده موقف مناصر للشجرة، قال كيفاش هو الرجل يقوم بخطأ يقوم بحادث ونعاقبه شجرة. ومرة أيضا قام بعمل معناها صيانة لمقبرة، فقيل له أنت الأفضل أنك تدافع على الأحياء مش على الأموات. إذن كان حقيقة عنده نصرة لكل المكونات المنظومة البيئية، كل المحيط حتى الثقافي، وكانت عنده قناعة كبيرة. نقول هذا لأني كنت نعرفه طبعا في الكشافة التونسية، كنت نحضر الملتقيات الكشفية ونراه طبعا هو أخوه سليم القائد سليم، ونراه نعرف مليح اهتمامه بالبيئة. ثم فيما بعد بعثت أيضا الخلية المركزية للبيئة والتنمية المستدامة في الحزب، وكانت هذه تقريبا 86 مع ثلة من الإطارات كما سي قاسم الحنشي وسي فتحي الورداني، وكانت حقيقة منارة للتوعية البيئية، طرحت القضايا البيئية الكل تقريبا، وكانت تتوثق ببعض النشريات اللي تنشرها العمل هذا. كما قلنا القائد زكريا بن مصطفى كانت عنده أفضال كبيرة وأيادي بيضاء إذا ما نقولوش خضراء. ونتذكر مليح الكلمة والمقال اللي نشره صديقنا العزيز الشاعر والأديب والمخطط العمراني والسوسيولوجي عيسى البكوش في رحيل وفي وداع
القائد زكريا بن مصطفى مقال مؤثر جدا، يحكي مليح على طينة الرجل الذي وحساسيته ورقة نفسه ودوره الرائد في مجال البيئة، حتى أنه ما يخليش حتى مناسبة ما ينصرش فيها البيئة، بما فيها لحظة تأسيس جمعية المحافظة على البيئة في أريانا. أيضا يعتبر زكريا بن مصطفى مؤسس، أعطى يعني دفع كبير برشا، وشكل لجنة في وقت من الأوقات هذه في السبعينات، يعني في وقت الهادي النويرة، لجنة معنية بالبيئة فيها مختلف ممثلين مختلف الإدارات والهياكل. وهذه الفكرة نتاع اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، اللي تكون أفقية وما تكونش قطاعية، قطاع كما يقولوا إدارة ولا وزارة وتنجم تجي وزارة أخرى تهيمن عليها وإلا تهمش قراراتها. إذا هذا هو الفكر نتاعو في إيجاز شديد. كما قلت أنا وأنا نشرت حوار أجريته معاه 2009، نشرته في كتاب جمعياتنا البيئية الحال والأمان، واللي نرجعوا له إن شاء الله في إطار الحديث عن الجلسة اللي تمت في مارس 2010 حول اللقاء هذا، حول إصدار الكتاب. واللقاء هذا يحضروا فيه نخبة المؤسسين على رأسهم القائد زكريا بن مصطفى، طبعا المرء حديث بعده. ونذكروا طبعا القائد زكريا بن مصطفى رحمه الله اللي ودعنا بالجسد، ولكن بقات الذكر الطيب نتاعو، لأنه حقيقة كان من أول مناصري حماية البيئة والعمل الجمعياتي في هذا المجال في تونس. رحم الله القائد زكريا بن مصطفى. ننتظر تفاعلاتكم واقتراحاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.